مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء. هل هذا سليم جارنا؟ نعم. سبحان الله، كان أخي دائما يدعوه للصلاة في المسجد فيتكاسل، وكان يسمع الأغاني ولا يبالي. ماذا حدث له؟ منذ متى هذا الكلام يا ياسر؟ أتذكر أن هذا منذ عام. تبدلت الأحوال يا صديقي، وصار سليم الآن شخصاً آخر غير ما رأيته منذ عام. وكيف أصبح الآن؟ الآن سليم من أكثر الأولاد مواظبة على الصلاة في المساجد، والمفاجأة الكبرى أنه أتم حفظ القرآن الكريم، وصار الآن يحفظ من هم في أعمارنا، كما أنه يساهم في الكثير من الأعمال والأنشطة الخيرية داخل وخارج المملكة. يا الله، الحمد لله الذي هداه لهذا، وما كان ليهتدي لولا أن هداه الله. حتما هو أكثر الناس فرحا بما هو فيه الآن. بالطبع، فكل تائب توبة نصوحة يفرح بعد أن يمن الله عليه بنعمة التوبة والطاعة ويثبته عليها، والله كذلك يفرح بتوبة عبده. تقصد أن العبد هو من يفرح بتوبة الله عليه؟ لا، ما أقصده كما سمعت يا ياسر، الله يفرح بتوبة عبده. لا، أنت تقصد أن التائب يفرح بتوبة الله عليه وليس العكس. لا تغضبني، فنحن في المسجد. أعقل كلامك أولا وتحدث. أيفرح الله بتوبة عبد وتوبته لن تزيد أو تنقص من ملك الله شيئا؟ هذه الفرحة محبة من الله لعباده. افهم ما أقوله لك قبل المجادلة. بل أعقل أنت الكلام قبل التلفظ به وقبل المجادلة مع من يعترض على كلامك. هذا ليس كلامي، هذا كلام من السنة النبوية. حسناً، أعطني الدليل. اسمع يا ياسر، هيا بنا نذهب إلى مكتوب ليفصل بيننا في هذا الأمر ويخرج لنا الدليل من بين صفحاته، ونعرف هل الله حقاً يفرح بتوبة عبده أم لا. موافق. ما رأيك بأن نذهب إليه الآن؟ هيا. العبد هو من يفرح بتوبة الله فقط. الله يفرح بتوبة عبده. لا تحاول إقناعي بشيء خاطئ، أنت مخطئ فيما تقوله. كلامي ليس خطأ، أنت المخطئ. وكيف عرفت أنني المخطئ؟ هل لديك دليل؟ أحضر لي دليلا أنت أولا على كلامك قبل أن تجعل مني مخطئا. حسنا، هيا يا مكتوب أعطيه دليلا. سؤال من فضلكما، ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ جئنا إليك لتحكم بيننا. هو يقول إن الله يفرح بتوبة عبده، وأنا أقول إن العبد هو من يفرح بتوبته فقط. حسناً، لقد جئتما لي لأفصل بينكما، فلم تتشاجران في مكتبتي؟ مكتوب، اخفض صوتك، نحن في المكتبة. اهدأ قليلاً يا مكتوب. أهدأ قليلاً؟ بعد كل ما فعلتماه تطلبان مني أنا الهدوء؟ حسناً، سأحاول تمالك أعصابي وسأحل النزاع بينكما.
إن الله يا ياسر يفرح بالفعل بتوبة عبده، وهو أشد فرحاً بها. ما الدليل من فضلك يا مكتوب؟ فأنا لا أقتنع بكلام مرسل دون دليل. حسناً، سأخبرك بالدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه. من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبين هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. هذا الفرح فرح بر وإحسان ورحمة. قال ابن القيم: وهذه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها، وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به، لا يتكثر به من قلة، ولا يتعزز به من ذلة، ولا ينتصر به من غلبة، ولا يعده لنائبة، ولا يستعين به في أمر. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، فنفى أن يكون له ولي من الذل. يا الله، فرح الله بتوبته رغم أنه أخطأ في القول من شدة فرحه برزق الله. أصدقتني الآن؟ أعتذر إليك يا يوسف عن مجادلتي لك دون علم. لا تعتذر يا ياسر. ماذا تفعلان؟ أنا من يجب أن تقدم له اعتذارنا الآن على حالة الضوضاء التي سببتماها لي عندما أتيتما إلى هنا. نعتذر إليك يا مكتوب. اعتذار مقبول. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. الحكمة في مدى فلنسمع ما روى، ما أجمل ما حوى من أسرار الديان. مكتوب والأصدقاء يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، هو شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. يحكي سير الزمان وما بالماضي كان، شاهدنا العيان فاسأل عما تشاء. مكتوب والأصدقاء. مكتوب والأصدقاء والموعد واللقاء، يحكي المعنى كتاب من إلهام السماء. مكتوب والأصدقاء يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. يروي للسامعين قول الهادي الأمين ورسول العالمين وإمام الأنبياء. مكتوب والأصدقاء.